بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرب إيران وإسرائيل القصيرة دي بينت حاجة باينة من 100 سنة. بينت حاجة باينة من 100 سنة، وهي القوة تصنع لك سلام، وتصنع لك كيان، وتصنع لك كلمة. يعني يكون لك كلمة في العالم الفاسد ده، العالم الذي يكيل بمكيالين. يكيل بمكيالين، مكيال لأمريكا وإسرائيل. حتى دول الغرب بتكيل بمكيالين، ودول منافقة رغم أنها تملك القوة، لكن منبطحين لأمريكا. وأولهم إنجلترا، هي زعيمة الانبطاح، لأن 50% من الشعب الأمريكاني أصلا إنجليزي. المهم، هو ده اللي بيتضح لينا من حرب إيران. القوة تفرض السلام زي ما مصر عملت. هي إسرائيل وأمريكا كانوا هيعملوا معاهدة سلام مع السادات ومصر لو شافوا مصر ضعيفة؟ لا، لأن شافوا في حرب أكتوبر شجاعة للمصريين، وشافوا قوة للمصريين، وشافوا إرادة للمصريين، وشافوا صمود والتحلي بكلمة الله أكبر والاستعانة بالله. يعني شعب لا يلين ولا ينبطح، عارفين دول ناس مش قاعدين بيزازوا ليه. فالله يرحمك يا سادات لما عمل معاهدة السلام، هم يضحك وهم يبكي. لما عمل معاهدة السلام الدول العربية وأولهم دول الخليج قاطعوا السادات. ده قاعد الحرب مع إسرائيل، ولاموا السادات ونقلوا الجامعة العربية، الدول العربية ودوها تونس ونبيح وصوات والإخوان طبعا هم أساتذة في المواضيع دي. ده قريت في أخبار النهارده إن إسرائيل عايزة تعمل تطبيع مع سوريا، وهي واخدة تلت سوريا. هيتفرض على سوريا التطبيع اللي هم كانوا بيقول لك الإسلام ولا الموت لأمريكا وإسرائيل. هيلجأوا للسلام مع أمريكا وإسرائيل. إيران، أمريكا دلوقتي عايزة تخليها تحت إرادتها، وعايزة تعمل سلام مع إيران. ليه؟ لأن إيران قوية رغم اللي حصل واتدكت من إيران والنووي ومش عارف إيه، لكن قوية. شافوا الصواريخ عملت إيه في إسرائيل، بهدلت الصهاينة. فترامب دلوقتي عايز يعمل إيه؟ عايز ياخد من دول الخليج 30 مليار، مش عارف ولا 50 مليار. يعني بيفرض المرة الثانية الجزية على دول الخليج التي لا تمتلك القوة، لإيران التي تمتلك القوة، عشان يحمي دول الخليج وإسرائيل من قوة إيران. يبقى إيران في الآخر مش خسران. خسرانة البرنامج النووي. لا، أنا ضد البرنامج النووي. إيران وإسرائيل خطر على الدول العربية من أولها لآخرها، ونفس إسرائيل نفس الكلام. بس إيران لو هي صاحية صح، لو هي صاحية ما تتخلاش على البرنامج الصاروخي، تتخلى عن النووي. أصل النووي ده أمريكا مش هتسمح لإيران تتهنى بالنووي. يعني إيران ممكن تحارب تاني، ممكن تحارب ل50 سنة تاني. ما شفتهم 7 سنين بيحاربوا مع العراق، ما لهم يجي مليون واحد ولا في دماغهم.
هو شعب عنده إرادة وعنده شعب ثورجي، وفيهم ناس مسلمين على حق برضه. الشيعة فيهم ناس مسلمين على حق، لكن لازم نتفهم، ومصر فاهمة ده والحمد لله من 56 واحنا فاهمين ده، وبنحاول نقوي نفسنا من 56 رغم هزيمة 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وقدرنا نكسر شوكة إسرائيل بعون الله مش بعون حد. أنا عايز أقول للسادات مليون تحية ليه، كان سابع عصره، عارف ظروف مصر الاقتصادية تعبانة. احنا لو دخلنا في حرب مع إسرائيل لحد دلوقتي كان زماننا بينا زي سوريا، لكن سلام الأقوياء مش الضعفاء. يعني إيران دلوقتي لو عمل سلام مع أمريكا يبقى سلام الأقوياء، وبرضه مش هتشيل إسرائيل من دماغها، لكن هيبتدوا يلعبوا سياسة. أنا بقول لإخواننا في الدول العربية في شمال أفريقيا ودول الخليج، القوة ثم القوة ثم القوة. جعجعة وكلام فاضي هتفرض عليكم أمريكا الجزية. مصر اللي فرض على أمريكا الجزية بتاخد مليون و350 ألف، مليار و300 350 مليون دولار عشان معاهدة السلام ما تنكفهاش مع إسرائيل، وهددنا بيها كذا مرة اللي احنا عنها معاهدة السلام قادرين ن- نبوظها ونطلع منها. فأمريكا عارفة إن مصر دي شعب نووي، شعب نووي، لو داس علينا هننفجر في وشه. الحمد لله، شعب نووي لا يخشى إلا الله. فاحنا فارضين دلوقتي أقسم بالله لو غفلت لنا طرفة عين إسرائيل تاخد سينا وتدخل على الدلتا، وأمريكا هتساعدها. ولكن هذا العالم لا يعرف الخير. دلوقتي أمريكا نخعت للصين، وبعدين عشان تعرفوا ادي الصين وامريكا رجعوا تاني حبايب، والاتحاد السوفيتي وامريكا هيرجعوا تاني حبايب. مفيش الا الشعوب العربيه اللي بضحكوا عليها. ليه؟ ما عندهاش قوه، ما عندهاش قوه. اوعى تقولوا لي قطر دافعت عن نفسها، لا دافع عن قطر الامريكان، وتمثيليه شويه صواريخ مضروبه وشويه مش عارف ايه. يا جماعه، يا اهل الخير، يا جماعه الخير، الشعوب مش هبله، الشعوب فاهمه ايه كل اللي بيحصل. تمثيليه ما بين ايران وامريكا وقطر، ما قطر على كده والامارات على نفس الوضع، ومحمد بن سلمان محتار يجي كده ولا يروح كده ولا يروح كده. اه لكن شيء احنا ماشي نعمل سلام مع الجانب الصهيوني، بس نوقف حرب غزه ويعمل دوله فلسطينيه. مصر لحد دلوقتي وهي السلام مع اسرائيل هي اللي صوتها عالي قوي، لابد من على حدود 67 دوله فلسطينيه، والباقي ما. اقسم بالله لو الدول العربيه الخليجيه بالذات لها اراده لتخلي دوله فلسطينيه هتخليه، ودي فرصتها اليومين دول، لان ترامب ضاغط على نتنياهو علشان ينهي حرب غزه. ان شاء الله هتنتهي قريب خلال اسبوعين ثلاثه، وفي اتصالات مع مصر وفي اتصالات مع قطر وهكذا ومع نتنياهو، وهيطلعوا على نتنياهو يعني يعملوا له عفو في اسرائيل على اساس ان هو يسيب الحكم السياسي يا رب. فأنا عايز أقول الدروس المستفادة إن دلوقتي إيران أمريكا اللي هتعمل لها مفاعل نووي سلمي وطاقة نووية سلمية بدون تخصيب، بس بفلوس مين؟ إخواننا في الخليج، إخواننا في الخليج. فهيفضل بعبع إيران خراب لدول الخليج واستنفاذ لأموالهم. طب ما تعملوا سلام مع إيران من تحت الترابيزة، واعملوا زفت سلام مع الكيان الصهيوني من تحت الترابيزة. تعاونوا، خلوا في جيش وطني إسلامي عربي
جابوه لباكستان، عمل قنبله نوويه واقفه دلوقتي، بقت قوه. لكن برضه ما تقدرش تتحرك ضد امريكا، لان ايد لوحدها ما تسقفش. في تصين. لكن زي ما قلنا وقلت الفيديو اللي فات، المتلفح بامريكا عريان، والمتلفح بالصين عريان، والمتلفح بالسوفيت عريان. والتاريخ بيثبت لنا ده كله. ادي امريكا سابت افغانستان بعد 20 سنه ودفعت يجي 50 4 تريليون راحوا على الارض. وفي العراق امريكا ما بتتمسكش وما بتوقفش الا مع اسرائيل بس، عشان اللوبي الصهيوني اللي هناك والانتخابات الامريكيه. اقسم بالله لو حصلت اي بلوى في دول الخليج، سعوديه، امارات، قطر، ما اعرفش ايه، وامريكا شايفه نفسها هتتضر، هترفع ايدها في نظام الحكم يعني. لو اي حد صار ضد الدول دي ومسك الحكم بدل الحكام اللي امريكا هتفضل تحت طوعي. هيقول لها هتقول له امسك توظف الحكام دول. هي كده امريكا بتاعت مصلحتها. كن قويا، كن قويا، محدش يجي يقدر ناحيتك ولا دبانه تيجي على وشك حتى. لا تقول لي امريكا ولا اسرائيل. اقسم بالله مصر لو ضعيفه لاتكلت ودخلوا الغزاويه وقضوا على القضيه الفلسطينيه، سينا وهكذا. لكن مصر عرفت البتاع. لذلك بقول للشعب المصري: اياكم ومؤسسه القوات المسلحه. لازم نقوي المؤسسه الوطنيه العسكريه، هي الجيش المصري، الشعب المصري، كده ايد واحده. عندنا ظروف اقتصاديه صعبه، لكن جيشنا رقم واحد. جيشنا قبل بطولنا. الجيش قبل البطون. الجيش قبل البطون. نجوع ونقوي، لان احنا في زمن القوه. الضعيف هيتاكل. ايران عشان قويه اتبهدلت، لكن وقفوا على رجلها وبيحاولوا يعملوا معاها معاهدات سلام. ولو قادره تقعد في حرب مع امريكا 50 سنه، بس بهدله للشعب الايراني. فهي هتعمل سلام، صدقوني هتعمل سلام مع امريكا، والحرب الغزويه هتنتهي، وهيفرض ترامب عشان ياخد جائزه نوبل. ما هو راجل دماغه ذريه ودماغه خفيف برضه، عنده هبل شويه. بس هو هيمشي يرد، هيعمل عفو عن نتنياهو، وهيغير النظام في اسرائيل مقابل يسيب جزء من الضفه الغربيه او حاجه زي كده. ويمكن يعلن الدوله الفلسطينيه كما بنسمع من ترامب. يا اخوانا، يا عرب، يا مسلمين، كونوا اقوياء تكونوا سعداء، كونوا ضعفاء تكونوا تعساء. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.